يا مساء الفل عليكم. شايفين الدبابيس الحلوة دي؟ مش متخيلة على قد بساطة التتبيلة بتاعتها، على قد حلاوة مش طبيعية. بجد هتجربوها هتعجبكم جدا، وفي ثواني هتعملوها. مش محتاجة شغل كتير، وفي نفس الوقت الطعم خطير. عند عموري هنا بيقول لكم الطعم مية مية. تعالوا بينا نبدأ ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. معايا تتبيلة هنا عبارة عن بابريكا، فلفل اسود، عندي شوية زعتر، شوية قرفة، كزبرة ناشفة، توم بودرة وبصل بودرة، وشوية ملح. هنزلهم كده في الصينية اللي انا هشتغل فيها. وبعد كده عندك اي صوصات انت بتحبيها، لو عندك صويا صوص، دبس رمان، حطي. طب انا ما عنديش، فانا هستخدم المستردة. جميلة جدا جدا في تتبيلة اي مشويات. وكمان عندي كاتشب، هحط برضو كاتشب، برضو بيبقى حلو جدا وبيديها طعم مسكر كده وحلو. واساسي معانا هنحط خل، وهنحط عصرة ليمون، يعني ليمونة كده حلوة. وكمان هنحط 3 معالق زيت كده كبار. هنا هو بعصر الليمون. وهنقلب التتبيلة دي كده في بعضها. ولو عندك معلقة زبادي حطي، ما عندكيش خلاص. وابدأ اقلب التتبيلة كده دي في بعضيها، وهجيب الدبابيس بتاعتي هكون غسلاها كويس ونقعاها في ملح وخل ودقيق وليمون. وعاملة فيها فتحات كده بالسكينة، وحطيت كمان فصين توم مهروسين بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. قلبتهم كده كلهم في بعضهم، وهجيب الدبابيس بتاعتي وابدأ ان انا اغلفها كويس بالتتبيلة دي. عايزه اقول لكم نفس التتبيله ديت اخدت منها جزء علشان كنت هعمل منها ناجتس. فحطيتها على صدور فراخ. بدات ان انا اقلبها كويس كده في التتبيله اللي احنا عملناها. عايزه اقول لكم ريحه التتبيله رهيبه. لو انت عايزه تعملي تتبيله بالزعتر والثوم والزيت والملح بس، برضو بتبقى جميله جدا. هدخل كده التتبيله في كل حته. عايزه بقى تسيبيها فيها شويه، يعني تسيبيها ساعتين كده فيها تشرب من التتبيله تمام. عايزه تشتغل على طول برضو بتبقى حلوه. انا اشتغلت بيها على طول، وبصراحة كانت جميلة جدا، وولادي كانوا بيخطفوها من بعضهم على الرغم ان هما ما بيحبوش الفراخ اصلا. قلبتها كلها كده كويس. ممكن تعملي اي قطعية فراخ، مش شرط دبابيس، بس بتبقى بالدبابيس والاوراق حلوة جدا، علشان الاوراق اصلا بتبقى يعني فيها دهون شوية، فبتبقى طرية اكتر وحلوة. خلاص بعد ما عملتها كلها بالشكل ده كده، هولع عليها على البوتاجاز. النار بتبقى عالية في الاول، ونحط لها يعني ربع كوباية مية صغيرة بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين جمالها ولونها عاملة ازاي؟ بعد ما حطيتها على النار شوية كده، انا المفروض احط عليها معلقة صلصة، بس انا ما عنديش صلصة. فانا كنت بعمل كده كده يعني ضربت في الخلاط طماطم للمكرونة. فهحط عليها برضو يعني نص كوباية كده من المكرونة، بعد ما دخلت في السوا شوية كده نص كوباية من عصير الطماطم بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. ما عندكيش عادي ما تحطيش. هتابعها بقى كل شويه، هبدا اهدي عليها النار، وطبعا بقلبها الناحيه دي والناحيه دي. وحطيت عليها كمان نص كوبايه ميه. بتابعها على النار، كل ما الميه اللي عليها بتنشف بزودها شويه صغيرين لحد ما تستوي خالص. هنا خلاص كانت استوت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هبدا بقى ان انا اخدها وانزلها تحت الشوايه، بس يعني 5 دقايق تاخد لون حلو معانا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. جبت فحمايه وسخنتها وحطيتها في الصينيه يعني، ونزلت عليها بنقطتين زيت. خدت ريحة الشوي وكان طعمها خطير بجد. وده كده شكلها معايا بجد كانت خطيرة. عملتها جنب شوية مكرونة، ممكن تعمليها جنب رز بسمتي مع شوية سلطة خضراء. وبجد كانت تحفة وسريعة ومنجزة جدا. ما قطعناش بصل ولا طماطم ولا قطعنا حاجة ولا سلقنا ولا عملنا اي حاجة. وكانت مستوية وحلوة جدا. انا بس مش عارفة امسكها عشان سخنة اوي. جربوا الطريقة بجد هتعجبكم جدا. متنسوش بقى لايك والاشتراك في القناة علشان يوصلكم مني كل جديد. اشوفكم ان شاء الله بفيديو جديد. جربوا الجمال دوت وتقولوا لي رأيكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.